من امان 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 من امان من امان 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 شكرا. صوت مميز، إحساس عالي، شبه إجماع عند النقاد اللي هو طاقة وموهبة كبيرة. وليد التونسي فنان شعبي تونسي صمد من 10 سنين وفرض اللون متاعه موزيكته. هو اليوم واحد من أهم نجوم تونس وغنياته هما باسبورو للتوانسة. وليد ضيفنا اليوم ومعاه نحكيو على موزيكته وحياته الشخصية في ال5 سنوات اللي صنعت نجاحه. عام 1973 يتولد اللي بشوالي من بعد واحد من رموز الأغنية الشعبية الشبابية. من قلب الأحياء الشعبية جا وليد، وما معاه كان صوته حلمته انه يشد ما بين يديه ميكرو ويوصل غنياته بإحساسه للناس الكل. كانت بداية صعيبة برشا صحيح، معناها كنت نقرأ وفي نفس الوقت معناها نتخبى باش نغني. كنت نغني في الحومة وما كانتش معناها معتادة عندي الحكاية. معناها أنا قاعد في الحومة وسمعوني مرة هما معناها كوني أنا نغني هكا وهكا، عيط وحومتي بودرية معناها سمعوني نغني، عيطوا لي نجحت. عبارة كان اختبار معناها، غنيت 3 أغاني في سهرية نجحت فيهم بالكدا وفرحوا معناها سمعوا حاجة معناها ممتازة. ما تعرف ما فماش مجاملة في الحوم، معناها يعرف ما يعرفش. عام 1992 وليد عمره 19 سنة تخرج غنية يا زمان احكي لي، وبرشا غنيات معاها، غنية تقرب وليد للجمهور. ووليد اللي بدا يحس من وقتها اللي الفنان اللي فيه بدا يخرج فنان يحب يوصل لمرحلة النجومية، بدا يخطفها بشوية رغم صعوبة البدايات. أول شيء وأنا عملت فرقة وقتها عندي ألبوم غلطة عمري ويا صاحبي مازال يخرج، ومازال أنا ما نعرفش وقتها ناجح ولا ما هوش ناجح. مازلت معناها مازال كي هبط في السوق عام 2002 هذاك. وقتها أنا وجورج خدينا 1500 دينار. كي خدينا 1500 دينار نقولوا برا امشي الراجل راهو يمشي يبطل ولا معناها بحكايه معناها حكايه نتاع ضحكه. معناها هو معناها مستانسين يخدموا ب 700 ب 800. احنا والفرقه راهو كي خدينا 1500 دينار معناها حاجه كبيره بانت، معناها خاطر احسن فنان وقتها يخدم ب 2000 دينار ب 2500 دينار تفهمني. كي خدينا 1500 نعملوا يمشي بشي يبطل يهرب. كان لازم نستناو عام 2009 باش تطلع النسخة هذه لغنية بالله يطير، ألبوم قوي خاصة بغنية كل يوم حبك يزيد. وليد يعيش في قلق، كل ألبوم يولد له توتر. اختيار الأغاني هي المرحلة الحاسمة قبل ما يهبط الألبوم للناس. وليد من 2009 وهو يتذوق في طعم النجومية كما عمره ما تذوقها قبل. لا مش مكتوب، ما كان جايبها لي، هي غنيتي هذه وأنا خديتها وأنا اللي حبيت على الغنية وكلمت مولا الغنية وبعث لي معناها CD في معناها بعث لي CD في كولي معناها معاه أغاني أخرين. حبيت الغنية هذيك وما حبيش مش ما حبيش الأغاني الأخرين خاطر عندي وقتها كل حبك يزيد وعندي خذاني الهواء. وليد التونسي يتحول مادة إعلامية مغرية، يدخل للسجن، التهمة استهلاك مادة مخدرة كوكايين. فنان في قمة النجومية يلقى روحه في السجن بين 4 حيوط. احنا ولاد حوم شعبية راهو نعملوا كل شيء واللي يعمل يخلص. راهو مش معناها انا مانيش معناها راهو معناها كلي معصوم من الخطأ ولا. نحن ولاد حوم شعبية ونعملوا كل شيء راهو تولدنا في الحوم هكاك راهو.
قليل ياسر كيما نقولوا انا 0.1% باش يخرج واحد معناه بعيد وختيم. الكل انا نعملوا جو ونعملوا هذيك مخالطه وهذيك الصور فهمني. الحمد لله معناها تعديت، انا غلطت خلصت وما عندي حتى حكايه معناها، ما عندي مشكله مع حتى حد راه. مالك روحي ومالك قلبي، كل حياتي ملك ايدي، كيف نحب نرجع روحي، نلقى روحي ذابت فيه. 2011 وليد يخرج، لكن كيفاش باش يتقبلوا الجمهور من بعد؟ شنو باش يقول للناس؟ وليد اختار احسن حل، الاعتراف والاعتذار. يعوض ربي، ألبوم العودة، ألبوم قوي ومختلف أكثر نضج، موسيقى مبدلة، ألبوم يتغنى بالحب والموسيقى ولات عصرية أكثر. المزود بدا ينقص، برشا آلات غربية ولينا نسمعوها في موسيقى وليد. مالك روحي أول أغنية تخرج من الألبوم. 2013 وليد التونسي فك بلاصتو وكأن شيئا لم يكن. عارف حكمه يعذبني، راضي بيه ذوابني، خايف كيف يصيدني ما نصبرش عليه. نجحت برشا اغاني على الخيانه، ونجحت برشا اغاني على معناها على الغدر وعلى الوجيعه انا خديت شما اخر اليوم معناها خديت الحب. علاش انا كل وخالفت تعرف كل يوم حبك يزيد. مجنونة قلبي البنية، نحبك يا مجنون، دلولة حياتي. مالك روحي معناها محلاه معناها انت تحس روحك معناها تحس روحك تغني للناس الكل، تغني لامك، تغني لاختك، تغني لبنتك، تغني لمرتك، تغني للانسان معناها اللي عزيز عليك برشا معناها. صقوم نصبوب بنادي النعوب وبينهم دار الاسواق، الحر نصوب بينهم دلوب ولا حن ولا قالوا حرام. نجاحات، حفلات بالجملة، حتى كليب ما يتصور. وليد يواصل نجاحاته ومغامرات. بعد أثبتها الأغنية العصرية 100%. 2014 وليد يصب صوته على أغنية مسلسل نعورة الهوية الجزء الأول للمخرج مديح بالعيد. أغنية رومانسية اجتماعية، صوت وليد مغامرة، لأنه هذه أول مرة يتغنى وليد بأحداث مسلسل تونسي. الأغنية تتحول من بعد لواحدة من أنجح أغاني المسلسلات التونسية. علاش يا ناس علاش شبينا، علاش المسكين نسينا. لقيت برشا حصار في استوديو راه، لقيت برشا معناها هكايا بس ناخذ راحتي انا نغني كيما نحب انا. في مع ربيع زموري لا، قال لي غني لي اللي حاجتي بيه. من بعديك تبدلت الموضوع مش مشكل. نرجع قلت لك طلبته قلت له هكا راهو فما اقتراح. قال لي باهو نمشيو بعد سي نجيب عياد. مشينا وحداه لقينا ترحاب كبير برشا. قال لي تغني لي. قلت له شنو المقابل؟ قال لي الاغنيه نتاعك. قال لي فما اغنيه تسجلت معاها ما كانتش نتاع الفنان معناها نقولها معناها ما كانتش تاع صابر ربيع اللي السيد الريم معناها كي خاطر تقاضى اجر ما خداش الاغنيه. انا ما تقاضيتش الاجر وخديت الاغنيه ليا انا باسمي انا يهمني الاغنيه ما يهمنيش الاجر. طاقه كبيره، احساس عالي. عائليا وليد التونسي مش مستقر. عيشة الفنان خلته يبعد على زوجته، ووليد يختار يطلق ويحاول من بعد يبدا صفحه جديده من حياته. ان شاء الله صفحه نتمناوها تكون مبروك عليه. هذه الحياه الفنان راهي ماهيش سهله. انا مثلا ما نجمش قبل ما نجمش نروح بكري باش نأمن قوتي وقوت معناها الناس اللي ما نجمش مثلا مانيش موظف هنا. انا مانيش انسان نخدم صباح في وقت نقوم معناها ساعات هذه راهو ناس تعيط لك حتى ما ساعتين تاع الليل تقوم يلزمك باش تعرف بروحك باش توري روحك باش تعطي معناها باش تعطي تصويرتك باش تسوق روحك. صحيح معناها هذا زواج وكل شيء ماهوش معناها ماهيش كاتاستروف راهو كل واحد هذيك مكتوب ربي.
وما تعرفوش معناها على العلاقات، معناها نجم يكون مثلا حتى حد ما يعرف العلاقات الداخليه معناها ما بين لي كوبل في كيفاش. غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، غلطة كبيرة اللي صدقتهم ومشيت. أنا اخترت طريقهم وقلتهم أحبابي. شفت الحيرة، شفت الحيرة في أيامهم وعيت. أنا عيت. وليد التونسي قصة الطموح اللامتناهي، فنان اللي بدأ بشوية بشوية حتى اللي ننجح باش يفرض اسمه وموسيقته. اليوم هو واحد من أهم رموز الأغنية الشبابية الشعبية في تونس. عمري سميتهم أحباب.